السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات. هذه عمالة صخيرة تمارة، وبالضبط جماعة سيدي يحيى الزعير. جماعة سيدي يحيى الزعير تعتبر أكبر جماعة على صعيد عمالة صخيرة تمارة من ناحية المساحة. مدينة ما زالت قروية وفيها مناطق زراعية كبيرة. في هذا الفيديو هذا بغيت غير نوضح للمسؤولين ان هاد الناس هادو اللي تواجدوا في الشقران، تيتواجدوا في هاد النواحي ديال سيدي يحيى الزعير، انكم ما تنساوهمش، انهم حتى الطريق باش تخرجك للطريق اللي فيها الكودرون بعيده كل البعد. مجموعه ديال العائلات تيتواجدوا في هذا المكان هذا وتنتمي لقبائل زعير. الأغلبية ديالهم من ناس زعير، إلا أن بعض الناس الآن اللي جات وبدات تستثمر في هذا المكان. تلاحظوا معنا أن مجموعة من المنعشين العقاريين بداو تيشريو الأراضي في هذه المنطقة هذه، وهذه المنطقة هذه الآن ما زالت نشوفوا الثمن ديال القطع الأرضية رخيص بزاف، بالحكم ان هذه المنطقه هذه ما قليل الاراضي اللي صالحه للزراعه، وكاين منهم الصراحه اللي صالحه للزراعه وتيجي فيها واحد الزراعه ديال البور اللي تبارك الله، الدقيق والقمح ومجموعه من الخضروات. فالحمد لله هذه المنطقه هذه هي منطقه كما قلت كبيره في المساحه، منطقه خاص المسؤولين بعمالة صخيرة تمارة يهتموا بهاد الناس هادو. فهاد الناس هادو تيجيو عندهم المسؤولين المنتخبين الا في الانتخابات، مباشرة مورا الانتخابات ما تيبقاوش يعقلوا عليهم، مباشرة مورا الانتخابات ما تيبقاوش يسولوا فيهم، وتبقى فيهم الحال تيقولوا باللي حنا حتى زعما اللي نقدروا نعولوا عليه انه في التنمية او في التعاونيات اللي يقدروا يهتموا بنا كذلك في هذا المكان هذا. فلهنا الان مازال الحليب تيتباع رخيص، مازال الزبده تتباع رخيصه، مازال اللبن تيتباع رخيص، مازال الامور اللي تتنتج من هذا المكان هذا تتباع رخيصه. فتنتمناو من العائلات، تنتمناو كذلك من الناس سكان هذه المنطقه هذو ما يحاولوا ما امكن انهم يمشيو في الاتجاه القانوني، ويحاولوا ما امكن انهم يبيعوا اللبن ديالهم ولا الحليب ديالهم ولا الزبده ديالهم ولا المواشي ديالهم بالقيمه ديالهم، لانهم هما الان اللي معتمدين عليهم مجموعه ديال الحرفيين، وتيجيو لهذا المكان هذا باش ياخذوا هاد المواد هذه. فكما قلت يعني مجموعه ديال الناس جاوا لهذا المكان هذا واقتناوا قطع ارضيه، وكاين اللي مدار منها يعني فيلات، وكاين اللي دار منها قصوره، وكاين اللي دار منها مجموعه ديال الامور. كاينين الناس اللي خدات الاراضي هنايا بثمن رخيص، حتى الارض حتى الطريق اللي تقدر انك تمشي منها عند العائلات ديالك. فهي الحاله ديالك تلاحظوا معنا الحاله ديالها كارثيه. اولا تحيه كبيره للناس الزعير، وانا من عشاق هذه القبيله هذه، وبحكم قريب من الانتماء ديالها. ولكن هاد الناس هادو صراحه ناس ديال الجود والكرم والخير والتعاون ومجموعه ديال الامور. كذا تلاحظوا معنا ان هذه الطريق باش توصل عند احد العائلات. ومن هذه المناسبه هذا على يدي اليمنى دار الزميل والصديق محمد الشرقاوي رحمه الله في هذا اليوم هذا. هذه هي الدار ديالو. صراحه انا تنوصل لهنايا تيضرني خاطري هذه الدار هذه اللي كتجيت، وتنتمناو الابن ديالو من المتبني ادم انه يحاول ما امكن انه يتبع المسار اللي كان فيه الاب ديالو، اللي هو خبير في النباتات وخبير في ما هو زراعي. كانوا مجموعه ديال الاذاعات كانوا تيجيو عنده باش ياخذوا من عنده تصاريح حول يعني الزراعه
في هذه المنطقه هذه. رحمه الله محمد الشرقاوي في هذا النهار هذا، والرحمه والمغفره لهذا السيد هذا اللي صراحه انا فيما تندوز من هنايا، لانه كان واحد الانسان طيب تيحب الخير وتيحب الخير لهذه المنطقه، وكان من الناس اللي تيدافعوا على هذه المنطقه، وكان الناس اللي دائما تتلقاه في امام القيادات ولا امام الجماعات من اجل يعني المؤازره ديال بعض الناس في اخذ الدعم ديال الشعير المدعوم او القمح المدعوم، باش الناس تجي تزرعوا في هذا المكان. فالرحمه والمغفره لهذا السيد هذا، والرحمه والمغفره لجميع المسلمين يا رب. باش نذكروا مره اخرى ان جماعه سيدي يحيى الزعير تعتبر اكبر جماعه على صعيد عماله صخيره التماره من ناحيه المساحه، وما زالت تعتبر يعني جماعه قرويه، رغم ان الانتماء ديال مدينه تمسنا وبعض التوحيد وكذلك سيدي يحيى الزعير هذو من المناطق اللي دخلت فيهم الحضاره في هذا المكان هذا، وما زالت يعتبروا ان جماعه سيدي يحيى الزعير قرويه. نتمناو ان مدينه تمسنا ربما انه في القريب العاجل انها غتكون جماعه مستقله على جماعه سيدي يحيى الزعير، وربما ان عماله صخيره التماره غيكونوا فيها جوج عمالات، يعني غتقاسم ان شاء الله بحكم المساحه الكبيره ديال هذه المدينه هذه، وكذلك كما تلاحظوا معنا ان العدد ديال السكان ديال هذا العمل هذا ولاو كثير بزاف، وربما ان اضافه ملحقات اداريه اخرى ومراكز للدرك الملكي وبعض الجماعات الاخرى اللي تابعه العماله صخيره التماره ان ربما غتكون تابعه لرجال الامن الوطني من بعد ما كانت فيها رجال الدرك الملكي. تنهضر على مدينه عين عوده، مدينه عين عوده على وشك الدخول رجال الدرك الملكي، وربما ان في الايام القادمه مدينه الصخيرات. الى هنا متابعينا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا نلتقي بكم في فيديو اخر ان شاء الله. كنا معكم من منطقه سيدي يحيى الزعير، ومازال ما وصلناش يعني الشانطي اللي غيخرجنا في جامعه سيدي يحيى الزعير. هذه هي الوسيله باش يخرجوا الناس من هذه المنطقه هذه، وتعتمدوا على الدراجات الناريه ثلاثيه العجلات او لا دراجه ناريه عاليه او لا سيارات القليل من العائلات يكونون السيارات، يعتمدون على سوق اسبوعي ديال سوق الثلاث سيدي يحيى الزعير. فهذا الشيء اللي تشوفوا قدامكم هو كامل تابع جامعه سيدي يحيى الزعير. الى هنا متابعينا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بكم في فيديو اخر ان شاء الله.